الخناقات بتبقى طبيعية ما بين الإخوات، وعادة بيبقى الصح على قد ما نقدر إن إحنا ما نتدخلش ونسيبهم يحلوا المشكلة لوحدهم وبس. لو الموضوع كبر وبدأ يبقى فيه عنف، يبقى هنا لازم نتدخل. ساعات كتير الخناقات بتبقى مش متكافئة وفي طرف بيبقى بيستقوى على التاني، في الحالة دي بنفض الخناقة ونبعد الاتنين عن بعض ونطمن على الطرف الأضعف وكمان الأقوى في الخناقة، ونتأكد إن هو تمام من غير ما نتخانق مع اللي بيضرب، وممكن نقول لهم إزاي ناخد حقنا من غير ما نخسره، وده هيعلمهم إن إحنا المفروض نخاف على بعض ومش ضد بعض. وبعدين بقى هنعمل 5 حاجات. أول حاجة هندي فرصة لكل واحد إنه يحكي من وجهة نظره الخناقة كانت على إيه وإيه اللي حصل. تاني حاجة هنحاول نفهم ونقدر ونستوعب هم حاسين بايه ونساعدهم ان يعبروا عن احساسهم ده بالكلام. تالت حاجه هنوضح ايه اللي حصل غلط من غير ما نلوم حد بعينه. رابع حاجه هنسمع افكار لحل المشكله دي من وجهه نظر كل واحد فيهم. خامس حاجه هنجرب الحلول اللي هم اقترحوها، ولو ما نفعتش نجرب حلول ثانيه. اهم حاجه ان احنا نحافظ على هدوءنا وما نتعصبش ونفتكر ان احنا مش جزء من الخناقه. الفيديو ده كان برعايه سانوسان.